البلدي الفاسد بمعنى كلمة فساد. لا كلمة فساد يوسف البلدي، هذا هو الفساد بعيد. الشخصيات ما كتمثلش، هي الوجوه ديالها تعثرت على الكراسي ديال المجلس البلدي وكتكرس لينا نفس القضايا اللي كان كيعيشها الابناء ديال المواطنين هنا على مستوى ديال هو راه كيعيشوها منذ الاستقلال الى حد الان. ونفس هذه الوجوه، هذه الوجوه هي التي سببت في مجموعه من الآلات والمظالم على مستوى ديال الابناء الشعب المغربي اللي بداو كيديروا. هما معفيين مجموعه من الامتيازات، معفيين من الامتيازات، معفيين مجموعه من الواجبات، وايضا زادوا لهم مجموعه من الامتيازات، كيتعطوهم الضرائب، كيتعطوهم مجموعه من الامور، وهذا الضرائب اللي معفيين منهم هما كيهبطوهم على الفقراء. راه هذا راه ما كيقبلهاش العقل بان الغني كيتزاد في الغنى والفقير كيتزاد في الفقر. راه هذه راه واحد المنطق اللي هو لا عقلاني، راه منطق لا عقلاني هذا بأن الشعب المغربي فقير ويزيد تفقيره، وكذلك الأغنياء ما ضوء. علاش حنا فقراء حيت هما شفارة؟ 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 الواسي والحفلات للشعب فين مشات؟ الواسي والحفلات للشعب فين مشات؟ وموازين 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 والحفلات. الخير تما راه ما كيعرفش، راه الكبا لا يجدوها، الفن ديال الاقتصاد لا يجدوه. راه مجموعه من المصريه كيضربوا في المحصولات والمخدرات ديال الشعب المغربي وكيبقاو كيرسموا في الثروات فقط. هذا ليس ذكاء، وانما هذه سياسه خبيثه باش انهم يضربوا لنا المكتسبات منا كبحالهم كبحال النظام اللي جاب مع السلطه ديال ابناء الشعب. النظام المغربي منذ الاستقلال الى الان غادي يسولوه ماذا قدم. راه لم يقدم شيئا الا بين المخلوق، الا بين نديروا معادله ديال انه حزه، الا بنعرفوا النظام والسداد كيسموه حزه، عاد كيشوفوا حنا خلطه. هذا النظام هذا لم يعطي شيئا، عطى فقط واحد مساله في السياسه التعليميه ديالو، جسد وكرس المساله ديال البطاله، الصحه ديالو انتم ترون بأم اعينكم اشنو كيدار في البطالات. كيتبعوا في اعضاء ديال الانسان، كيتبعوا في اعضاء ديال الانسان. هذاك الوقت على دين التحريم هذا داروا اللي حايدين ياكلوه. تخرج انت كتحكم فيه، كتخرج فيها 16. هذا هو المعنى اللي كيكون. هذا مغرب الله كريم، الحالة عليم. هذا مغرب الله كريم، ونص حالة عليم. هذا مغرب الله كريم، ونص حالة عليم. هذا مغرب الله كريم، ونص حالة عليم. هذا مغرب الصوافة ماشي مغرب الكفاءة. بغينا مغرب الكفاءة ماشي مغرب الزروطة. هذا مغرب الزروطة ماشي مغرب الكفاءة. بغينا مغرب كفاءة ماشي مغرب زروطة. هذا مغرب زروطة ماشي مغرب كفاءة. بغينا مغرب كفاءة ماشي مغرب زروطة. لا خصك تعطيني، لا خصك تعطيني، هذا هو المنطق. أبناء الشعب، أبناء ديال الفقراء، لا غنمشي المثالية ولا غنمشي البلدية ولا غنمشي العمالة ولا غنمشي الصحة أخرى وغادي نمشي مثلا الخدمات ولا غير. خاص الإنسان تكون عنده كرامة، خاص الإنسان تكون عنده كرامة باش يعيش. والكرامة ما يمكنش أن الإنسان تكون عنده كرامة بدون التدين. التدين هو اللب ديال الكرامة. الإنسان اللي محضر ما عندوش كرامة. الإنسان اللي ما عندوش ديالو صافي ما تكفيش الأخبار. هذا الشم راه في عمر 30 عام
عمرك 35 عام وكتلقى مازال تضطر انك تمشي تصرف تماره وتخرج من الوليد. كتحرزهم لا وكتحرز حتى والديك. ولكن هاد السلطه هذه كنقول لها بان الحقوق ديالنا حنا كمرافقين للجمعيه الوطنيه لحمايه الشباب المعترضين باننا ما غنمشيوش الحقوق ديالنا، سوف نناضل من اجل انتزاع كل الحقوق ديالنا والمكتسبات ديالنا ونرجعوها. انا ما غنخليكمش غادي تبعوا يوميا الى حتى ناخذوا الحق ديالنا كاملا وغير منقوص. راه نقولوا البشويه راه مجموعه ديال الميساجات راه فهمناها البشويه مزيان، وهاد الميساجات اللي كنبعثوا لها حنا كنقولوا في المرموز يعني من السفاره غيتم الاستئكاد لما تبقات مازال من السفاره. حنا قادين على تسجيل الافكار هما عارفين مزيان وكيفهموها، الناس المخبرين ديالهم راه كيدوروا كيغسلوا لهم الصباط. عطينا اسكان السفاره البشويه وكذلك السلطات ديال الامانه باش نتعرض واحد الشيء اللي هو شي جديد مع الملف ديال المعترضين. السلطات هذه المحليه والاقليميه حاليا سوف يجينا الباب، ولكن نقول لها على المستوى ديال الاسبوع الجاي، على المستوى ديال الاسبوع الجاي ما غنبقاوش نعطوا مجال رسائل مصفره، وانما غادي نعطوا رسائل بالمفتوح في المكتوب المفتوحه وباينه، ولا ما تعذبوش من راسكم وتقلبوا على سميتو. وسوف نعطيكم الحيث لم تحتسبوا. غادي نوصل لكم اذا كان الاقتحام ديال المجلس البلدي الاول لان الثاني تم الاجراء ديالو من طرف السلطات. الاقتحام الاول حسب المعلومات اللي عندنا بان السلطات ديال الامانه قامت بالتعنيف ديال البشر، يعني علاش تخلي المعترضين يدخلوا ويحتجوا من داخل ديال المجلس البلدي. يعني نقول للبشر اذا لم تتعامل بشكل جدي وبشكل اللي هو موضوعي مع الملف ديال المعترضين قد يعطيك انذار بس من العماله وماشي من الولايه. غادي نقول لك اش بدنا نديروا، ولكن تسلم تفسير على الواقع لاننا عندنا الحاجه اللي كنقولوها كنكذبوا عليها، الحاجه ما كنقولهاش لك عارفين كنكذبوا عليها ولا قلنا غادي نديروها. الجمعيه الوطنيه هما الغلط الاسعار ديالك ماشي حلوه ماشي اللي عندهم. علاش المهرجانات علاش؟ اش بدينا حنا نديرو المهرجان اللي كاينه دابا مجموعه ديال المهرجانات اشنو كيخدم حنا اللي كنخلصوا المهرجانات باش نخلصوا الاشبال الماليه اللي كيجيو اللي كيعطيوهم مليار كيخلصوهم بالشكل كيخلصوهم بفواتهم مواتهم. داك اللي كيخدم اللي كيخدم 50 درهم هو اللي كيخلص الشكل الاحتيامي ياك كتخلصوا بالضوء بالماء كتخلصوا فيها السيديه ضريبه على القيمه المضافه كتخلصها انت وانا وماشي فيه الاخبار وديما تنقولوا الله يستفيد. هاد ديال كريزات الشباب الزبد اللي زادوا الموظفين ديال الاملاك وزادوها للبوليس بين قوسين راه تيزيدوا ديما على البوليس خايفين يتكلم عليهم. علاش زادوا علاش؟ كيصادوا الناس كيخوضوا في مصر كيخوضوا في البحرين باش يفسدوا هنا في تونس وفي مصر وفي ليبيا العسكر تقلب على الحكومه. حنا خايفين هما يكذبوا عليهم هنا وما يزيدوهم حتى ولا الشعب كلشي بغا يمشي للمخازنيه كلشي